اما بالنسبه لصفاء وهناء فهما كما كيصرحوا راه عندهم الاب والام ديالهم، عندهم اوراق ثبوتيه وعندهم ادله على انهم هذا هو الاب ديالهم وهذه هي الام ديالهم. يعني راه عندهم لاكارت ناسيونال ومسجلين في الحاله المدنيه على ان هذيك السيده هي الام البيولوجيه ديالهم، وعلى ان داك السيد هو الاب البيولوجي ديالهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير داخل المغرب وخارج المغرب. قبل ما نبدا خوتي كنقول للناس اللي التحقوا بالقناة ديالي مرحبا بكم وألف مرحبا. وما ننساش خوتي القدام اللي دائما كنقول لكم شكرا لكم اللي معايا من البداية ديال القناة، اللي كنقول لكم كلكم القناة ديالكم قبل ما تكون القناة ديالي. كنتمنى خوتي الا كتعجبكم القناه ديالي ما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراك وبالبارطاج وبالضغط على زر الاشتراك باش تبقاو توصلوا معنا بالمزيد. كما شفتوا خوتي هاد الاخ اللي رجل قانوني اللي هضر على القضيه ديال امي فاطمه، اللي خوتي غادي نخلي لكم الرابط ديال القناه ديالو في صندوق الوصف اللي غتكملوا لا فيديو عنده. انني استأذنت منه باش نهز لكم غير هاد اللقطه. دخلوا وشوفوا، يعني رجل يستحق المشاهده. بغينا باش نعرفوا نيت الخطوات اللي خاص امي فاطمه اللي ديرهم في القضيه، ماشي غير نجيو ونبقاو نهضروا او نبقاو نقولوا لا لا خص دار محامي، لان القضيه راه ما سهلش. حنايا كانت تنصحابوها سهله، ولكن ملي تصنت الاخ ان القضيه انها ما سهلاش. ودخلوا اخوتي غادي تسمعوا بزاف اللي شارح الخطوات اللي خاص امي فاطمه ديرهم. المهم اخوتي كان نقول لكم انا صراحه ما عجبنيش الحال بزاف من بزاف ديال القنوات اللي كيقولوا كما دائما حبيبه امي فاطمه، امي فاطمه الحبيبه امي، اننا حنا مساندين ليها، واننا حنايا بغينا نديروا ليها وبغينا نمشيو عندها وبغينا وبغينا وبغينا. وهما في نفس الوقت كيطولوا في المده وتعدنا حقائق وعدنا اللي دعوا بزاف، وكما دعوا كما شفتوا في لطيفه رأفات لانها قالت. وانا قلت لهم اللي كانت اللي عندكم شي ادله يعني جيبوا لنا اوديويات ديال لطيفه رأفت. كنقول لكم بركه من هاد التلاعبات على المتتبع، لان المتتبع المغربي كنقول لكم دائما انه اذكى شعب. كما تنقولوا حنا اذكى شعب في العالم واذكى متتبع. وغادي نجاوب خوتي بزاف ديال الناس اللي كيقولوا لي في الكومونتير ان وقفي مع امي فاطمه. انا كنقول لكم اخوتي غادي ندير واحد المحاوله، غنقدر ندير واحد المجهود ديالي، ولكن ما غاديش نوعدكم بشي حاجه اللي غادي نقولها لكم نيشان، لانني انا باقي ما عرفتش راسي اشنو غادي ندير. لانني انا كنبحث، ماشي غير انا، يعني انا وبعض الاصدقاء ديال القنوات اللي حنا هاضرين وغادي نديروا واحد الخطوه ان شاء الله. وكنتمنى واخوتي يكون دعواتكم معنا، لانكم نتوما هما كل شيء. حنا بلا بكم راه ما كنسواو حتى شي حاجه. نتوما اللي كتوصلوا الراي ديالنا وكتوصلوا الصوت ديالنا، عفوا كتوصلوا الصوت ديالنا وحنا كنوصلوا الراي ديالكم. حنا كنوصلوا الراي ديالكم ونتوما كتوصلوا الصوت ديالنا. بلا بكم حنا ما كنسواو حتى شي حاجه. المهم اخوتي كنتمنى من الله عز وجل ان داكشي اللي بغيتو منا وطلبتوه منا حنا غادي نديروا واحد المحاوله ونتمناو يكون خير اخوتي، لانني انا ما نقدرش نقول لكم دابا حتى شي حاجه حتى تنشوفوا اشنو كاين. المهم اخوتي هادشي هو اللي جيت بغيت نقول لكم ونقول ولبعض القنوات اللي ما تبقاوش تلعبوا بالعقول ديال المتتبع، لان المتتبع راه محروق على امي فاطمه. راه كينتظر يعني الحقيقه اللي غادي تعرفها امي فاطمه، يعني الحقيقه اشنو هي. ما نجيوش كل نهار نقولوا هذا جارها، هذه الضره ديالها، هذا ولد عمها او كافه من التلاعب على المتتبع.
لان هاد القضيه راه ضرت الناس في الخاطر ديالهم، لانهم ضروا في الخاطر ديالهم. والمهم اخوتي كنتمنوا من الله عز وجل اللي هاد الشيء اللي قلت لكم، لان هاد الممرضات اللي كانوا بكري كنطلبوا لهم الهدايه، اللي كنا كنسمعوا عليهم بزاف ديال الحوايج، وربما باقا حتى لحد الآن، لأنهم مثلا أنا اللي كنت سمعت تتكون شي سيدة اللي الزوج ديالها من عائلة مرموقة وأنه يعني تتكون تولد غير البنيات، وملي كتشوف راسها انها كيبدا يقول لها الا ما ولدتيش ليا الولد انا شكون اللي غادي يورثني، غادي نتزوج عليك، او كدير مع الممرضه، كتولي هي لو ولدت البنيه، الممرضه كتبدل لهذا الشيء، كتبدل كتعطيها الوليد وكتبدل البنيه. هذا الشيء اننا حنا سمعناه وعشناه، يعني سمعناه حقائق، ماشي هذا الشيء ماشي كذوب. وكما قلت لكم في السابق اللي انهم اللي كيمشيو لهم الوليدات ويقول لك دخل واحد من السرجام وراه خطف هذاك الوليد ولا ديك البنيه، او القطوطه اللي كاينين تما كانهم كبارين، انهم كياكلوا هذاك الشيء ديال السيده ملي كتولد، كياكلوهم اللي كياكلوه كيولي يبان لهم الدري حتى هو غادي ياكلوه. هل يعقل اخوتي ان هذاك الشيء ديال السيده اللي فاش كتوضع واش غادي يحطوه للمشاشي ياكلوه؟ هادشي يعني هادشي بلا ما نبقاو نضحكوا على روسنا ونبقاو في هادشي في التلاعبات هادوك بعدا راهم كيديروا منهم، ما نعطيكمش بالتفصيل اشنو كيديروا، ولكن هادوك راه كيديروهم في شي دواء اللي سمعت انهم كيديروهم تقريبا، ولكن ما مأكداش مزيان، اللي كيساعدوا على الحروقات، اللي كيساعدوا على الحروقات ديال الحروقات اللي تكون من الدرجه الكبيره في الحروقات. هاد الشيء علاش الناس ديك الساعه كانت ما واعياش، وكانت ني تقول صافي اللي تقالت راه هي هذيك، بانه راه القط كياكل هادوك اللي كنقولوا حنايا الخواتات، ولا يعني السيدات راهم عارفين انهم كياكلوهم القطوط. واش يعقل ان القطوطه غادي يخليوهم ياكلوا هذاك الشيء؟ هادشي تلاعبات في الهضره وانهم كيولفوا القطوطه هذاك الشيء وكيجيهم الدري بحال هادوك وكياكلوا. واش كاين القط اللي غادي ياكل الولد ولا البنت؟ هادشي لا يعقل اخوتي. كنتمناو هادشي ما يبقاش يتكرر، لان هادشي في الحقيقه بداو تيبانوا بزاف منهم ام كلثوم حتى هي منهم بزاف عدد، ولكن القصه ديال ام كلثوم يعني كتختلف. هي عطات الابنه ديالها بالايد ديالها، ولكن ام فاطمه لانها تقهرات وتعذبات. هنا المهم اخوتي كنكتفي بهذا القدر، وكنقول لكم الا كتعجبكم القناه ديالي دعموا القناه ديالتي باللايك وبالبارطاج، وما تنساوش دخلوا عند الاخ راه عنده ما يفيد. هنا غادي نولي نعرفوا اشنو الخطوات اللي خاص امي فاطمه دير، ماشي غادي نبقاو غير نهضروا وحنا ما عارفينش الخطوات اللي خاص دير امي فاطمه قانونيا. المهم اخوتي اللي كتعجبكم القناه ديالي دعموا القناه ديالي باللايك وبالبارطاج، فضلا وليس امرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.